في تطور جديد ومثير في القضية. أفادت المعطيات أن المحققين عثروا على أشلاء أخرى عبارة عن أصبع يرجح أنها قد تعود لضحية أخرى محتمل غير الضحية الأولى التي عثر على أجزاء من جثتها. هذا الاكتشاف دفع المحققين إلى فتح محاضر للاستماع إلى شهود، بالإضافة إلى التواصل مع عائلات سبق لها، وأن قدمت بلاغات عن حالات اختفاء أشخاص. وإن تأكدت المعطيات القادمة من مدينة ابن أحمد بشأن وجود ضحايا آخرين مفترضين في هذه القضية، فذلك من شأنه أن يزيد من تعقيد عمل المحققين، لا سيما وأن المشتبه فيه الرئيسي في القضية لا زال متشبث بمبدأ الإنكار ونفي تورطه في الجرائم المنسوبة إليه. وفي الأثناء لا تزال التحقيقات الماراثونية جارية على قدم وساق بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية المختصة، معززة بالكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن الأدلة.